يا صاحبي خليتي المدينه ومشيتي للضواحي كلشي بعيد. خليتي المدينه كلشي رخيص، الخضره رخيصه، الحوت رخيص، مشيتي للضواحي كلشي بعيد، ترانسبور زايد، خاصك تفيق مع الخمسه باش توصل لخدمتك. راني عتقت ولادي كلهم قراو وكلهم نجحوا. شوف وليدات المدينه كثرهم ضاعوا والفشوش خرج عليهم، ونهار يجي الهدم غتلقاهم لا درهم لا جوج. حنا عمرنا نتزحزحزو من هنا. شرباتاي وهنينا صاحبي. جوج صحاب بداو من نفس النقطة، نفس القراية، نفس الخدمة، نفس الخلصة. من بعد 30 عام واحد ولا مو شركة والثاني ما لقى حتى فلوس الكرا. الفرق ماشي الذكاء، ماشي الحظ، الفرق كان في قرار صغير. واحد اختار الراحة والاخر اختار الصعوبة، وهذا الاختيار بدل كل شيء. وهذه القصة تقدر تكون ديالك انت، حيت الا ما كنتيش الاول غتكون الثاني، وانا ما بغيتكش تكون الثاني. باش تفهم خليني نحكي لك القصة. اهلا ومرحبا بكم. هادو جوج صحاب امين وياسين، قراو مع بعضياتهم، بداو بنفس المنصب نفس الشركه. الاول قرر يبعد على الضيق في السكنه ديال والديه ويمشي للكرا بعيد على وسط المدينه. الخدمه ولات بعيده عليه، كل نهار كيفيق مع 5 ديال الصباح، النقل كيدي ساعه ونص، ولا كيحسب كل دقيقه الا تاخر اليوم كامل كمشى. الثاني بقى عايش مع والديه وسط المدينه، الخدمه حداه، كيوصل في 5 دقائق، السوق قريب، كلشي ساهل. كيقول انا مرتاح الحمد لله. منطقيا غتقول الثاني حياته احسن ومستقبله غيكون احسن. خليني نقول لك ان العكس اللي وقع. من بعد 30 عام الاول بنى شركه ديالو، عنده ستابيليتي ماديا، ولادو متعلمين، كلهم ناجحين في حياتهم. الثاني ملي جا الهدم لقاه ما عنده والو، 0 درهم، مريض بالسكري، ولادو كاملين عاطلين عن العمل. غتسولني اشنو اللي وقع وكيفاش؟ الاول كان كيتعذب في النقل، الثاني كان فرحان حيت الخدمه حلاه. الاول تعلم الانضباط، الثاني تعلم التاجيل. الاول كل دقيقه عندها قيمه، الثاني كل شيء يمكن يدار غدا. سنين كتسمعو كيقول الحمد لله انا مرتاح، حتى جا نهار ما كانش متوقعو. قرار واحد من الدوله، الهدم وصل للحومه، وقف قدام الدار وكيشوف الحيوط كيطيحوا والناس كيجمعوا حوايجهم، ولأول مرة حس بالخوف الحقيقي. 30 عام ما بقى عنده حتى شي حاجة. كاينين الناس حياتهم سهلة بزاف كتولي هي السبب في دمارهم. أخطر حاجة ممكن توقع للإنسان هي أن حياته تولي سهلة أكثر من اللازم. بعض الناس ما كيخسرهمش الفقر، كتخسرهم الراحة. المشكل أن الإنسان ما كيحش بهذا الانحدار، كيوقع ببطء حتى كيجي النهار وكيكتشف أن 30 و40 50 عام دازو وهو باقي في بلاصتو. حيت الانسان اما كيستعمل الراحه باش يبني مستقبله، او الراحه هي اللي كتستعملو حتى كيفيق متاخر بزاف. اما كتخلق الضغط اليوم او الحياه اللي غادا تخلقوا لك غدا. الراحه ماشي دائما نعمه، الراحه الزائده كيف ما سمعتي ممكن تدمرك. غتسولني كيفاش؟ حيت الراحه كتقتل واحد النظام في دماغنا كاين في الكورتكس بريفرونتال اللي هي الجبهه الاماميه. هذا الجزء مسؤول على التخطيط، الانضباط واتخاذ القرار. هذا الجزء رد بالك كيخدم مزيان غير ملي كيحس بحاله ضغط معين، يعني ملي كتكون مرتاح بزاف كينعس ومع الوقت يقدر يموت. هاد القصه اللي كتسمع بطلها صديق وزبون عندي، هو اليوم كيستثمر 20,000 درهم يعني 2 مليون في الشهر باش يطور من راسو ومن الفريق ديالو. حيت ايامه السابقه دازت كل نهار عنده تحدي، النقل، التوقيت، التنظيم، الدماغ كيشتغل، كيخطط، كيلتزم، كيتقاتل. الثاني ما كاين حتى شي تحدي، كل شيء سهل، كل شيء قريب. الدماغ ديالو دخل في وضعيه البقاء ماشي التقدم، وهنا بدا الانحدار ببطء بلا ما يحس. الدوبامين الناس فاهمينه غلط، كيظنوا انه كيعطي السعاده ملي كتوصل. لا، الدوبامين الحقيقي كيتفرز ملي كتحرك نحو الهدف. في دماغك كاين جزء مسؤول على الانضباط واتخاذ القرار بحال العضله، الا ما استعملتيش كيضعف. نفس الشيء مع الدوبامين. الدوبامين نظام دماغك كيعطيك احساس زوين ملي كدير مجهود، ماشي ملي كترتاح بزاف. لهذا الناس اللي كيتحداو راسهم كيبقاو حيين من الداخل. المكافأة ماشي في النجاح، المكافأة في السعي. في البيئة الصعيبة كل نهار مجهود، الدوبامين كيتطلق، كتحس بالتقدم. في البيئة المريحة ما كاينش مجهود حقيقي، الدوبامين ضعيف، كتحس بالخمول. ومع الوقت الاميغدالا اللي هي اللوزة الدماغية تولي كتهرب من اي مجهود صغير. اي حاجة فيها مجهود كتبان لك صعيبة بزاف. هذا علاش الثاني كان دائما كيقول غدا غندير، الخدمة حدايا وموجودة، كل شيء رخيص، مناش غنخاف. كان كيشري اي حاجة تعجبو، كيصرف بلا حساب، كيضحك حتى على الناس اللي كيتعبوا بزاف باش يزيدوا الدخل او لا يوفروا شويه من الدخل ديالهم.
ما كانش كيبني، كان كيستهلك فقط، لغايه ما وصل النهار ديال الهدم. الصدمه كانت كبيره، ما قدرش يشري حتى شقه مدعومه وثمنها نص ثمن السوق، ما لقاش حتى ثمن كرا شهر، كل ما لقى صاحبو يسلفو. فين مشات الفلوس؟ صرفات في الاستهلاك اليومي، حيث العقليه كانت نعيشو دابا والرحم الله. ما عنده ما يدير بعقليه نبنيو القدام او لا نفكروا في غدا. كان كيشوف الادخار بخل والاستثمار تضييق على النفس، وكان مقتنع نعيشو اليوم وغدا يسهل الله. كل نهار كيخرج من الخدمه كيمشي للقهوه يتقابل الكره، والكره هي اللي خرجت ليه على ولادو. وهذه قصه اخرى خاصها حلقه بوحدها. المكان ماشي هو المشكل، العقليه هي المشكل. انا هنا ماشي غرضي ننتقد هاد الناس، ولكن نفكوا المشكل ونحاولوا نستافدوا منه كاملين. الراحه ماشي دائما نعمه، بعض المرات هي السم اللي كيتشرب ببطء. اليوم تبدلات الظروف، الاسعار طلعات، الاستقرار سالا، والامان الوهمي اختفى، وبانت لي الحقيقه هو ما كانش كيبني، كان غير كياكل في المستقبل ديالو بشويه بشويه. وهادشي علاش كتشوف بزاف ديال الناس وسط الفرص وما داروا والو، وبزاف ديال الناس في ظروف صعيبه وكيحققوا ذواتهم. من هنا غتعرف بلي كاين ناس عايشين وسط الفرص ومضيعينها، وكاين ناس بعاد وبانين المستقبل ديالهم. الامان اللي كتحس به دابا ممكن يكون اخطر حاجه على مستقبلك، حيت منطقه الراحه ما كتبنيش انضباط. اما كتعيش شويه ديال الالم اليوم وتعيش الراحه غدا، اولا كتعيش الراحه اليوم وتخلص الالم غدا. اما كتجمع الحجر باش تبني المستقبل ديالك، او كتسنى حتى يطيح عليك الحيط. النجاح ما كيتبناش على شحال كانت حياتك سهله، كيتبنى على كيفاش استغليتي وقتك. الا استفدتي من هذا المحتوى اشترك وما تنساش تفعل الجرس، حيت هنا كنعطيو محتوى يبكيك ماشي يضحكك، واللي كيبكيك باغي لك الخير. تلاقاو في الحلقه الجايه. Goodbye.